بما أن المنتخب العراقي عبر الإمارات وتأهل للملحق القاري، أنت محتاج مهاجم مثل وقاع رمضان. مثل ما نعرف أنه أقراهام يلعب مهاجمين مو مهاجم واحد، فأنت هنا محتاج راس حربة إضافي، وهذا اللاعب أنتوا طلبتوه مو أنا اللي جبته، لكن ما أخفى عليكم لما سويت عليه سيرش صدمتني إمكانياته وإنهاءه. تعالوا وياي بسرعة خلص دمكم وانطيكم عمره، معلومات الشخصية وأساليب لعبه وكل شيء خاصة. مبدئيا وقاع عمره 26 سنة وطوله 1.82 سنتيم، القدم المفضلة هي اليمنى، مركز اللاعب قلب هجوم، مثل أندية عراقية مثل الطلبة والنفط والكهرباء، وحاليا يلعب بدياله. قبل لا انطيك هاي المعلومة اللي راح تصدمك على هذا اللاعب، اريد من عندك تخلي لي متابعة، لان صدق هذا اللاعب تعبني على ما جبت فيديوهات وجبت معلومات الشخصية واساليب لعبه. تقديرا جهودي يا حبيبي اضغط على الزائد الاحمر وتعال خلينا نكمل. تخيل وقاع رمضان مثل المنتخب العراقي تحت 23 عام وسجل هدف، وكان له دور كلش كبير بالمباريات اللي فازوا بيها. اكثر شيء يعجبني باسلوب لعب وقاع رمضان، مهاجم ذكي ويعرف يعدي باسلوب الرجل على رجل. غير ذلك فهو يسجل لك بكل الوضعيات حتى لو كانت بالقدم الضعيفة، وحتى بالركلات الحرة هو مو قاصر، يعرف يسجل لك ركلات حرة. ولحد هسه ما خلصنا فهو رائع بالرأسيات، الرأسيات من أهم مميزاته. إذا ركزتوا على هالمهاجم من بداية الفيديو راح تعرفون إنه من يستلم الكرة مباشرة يطب للعمق بدون لا يخاف وبدون لا يتردد، مباشرة يطب للعمق ويحاول يسجل. هاي الجرأة اللي يمتلكها تحسب له. وآخر ميزة بوقاع رمضان إنه الرجال عنده أسيستات رائعة، مثل ما تشوفون قفل مدافعين بباص واحد، فهاي ميزة تضاف له وتفيدك بالمنتخب العراقي لأن احتمال يلعب مهاجم ثاني. قبل لا أسألك سؤال الفيديو، أتمنى خليت لي متابعة وقدرت جهود، لأن هذا الفيديو كلش تعبني، وهذا اللاعب تعبت عن ما جمعت هاي الشغلات اللي أشوفها بالفيديو. وسؤالي بهذا الفيديو بعد ما فسخت لك وقاع رمضان تفسيخ كامل، أنت تشوف يستحق يكون بالمنتخب لو ما يستحق؟ بوجه بس رسالة لجراهام، إذا كان هو فعلا يبحث عن لاعب ذو صبغة هداف، فهذا البطل تعال، هذا البطل هذا هداف، واحنا ما جبناه من فراغ. وقيم لي مستوى من 1 ل 10 بالتعليقات، راح انتظرك هناك حتى نتناقش. في أمان الله يا حبايب قلبي.